نبارك لك هذا الانتصار، انتصار مهم، تأهل الاتحاد، كانت مرحلة صعبة بالنسبة للاتحاد وتخطاها بنجاح. أكيد أنها مرحلة صعبة، لكن الحمد لله والله يبارك فيك، مبارك للجماهير السعودية، مبارك وشكر للأمير صاحب سمو الملك الأمير نواف بن فيصل على ثقتنا فينا. نشكر الشيخ منصور بلوعة على دعمه، ونشكر كل من وقف ودعم في الفترة العصيبة لنادي الاتحاد هذا. وين كانت أبرز الصعوبات وأبرز العوائق بالنسبة لمسيرة الاتحاد في هذه المجموعة؟ من يوم ما جاء إبراهيم كل شيء صعب، وإلى الآن صعب. يعني إحنا اليوم ما نتفائل إنه والله إذا ضمننا يمكن التأهل إنه نتفائل إنه فريق كويس. طبعا لا، الفريق لسه يبغى له شغل كثير، ولكن يعني بتوفيق الله وبالعمل المجموعة اللي معاي، كابتن خالد قروني، إدارة الفريق، دعم الشيخ منصور البلوي، انه قدرنا يعني نجتاز شوي من الصعوبات. ولكن الى الفريق يعني الى الان الفريق يحتاج لشغل كبير كبير كبير. هل مجلس إدارة نادي الاتحاد برأيك أعطى استقرار أكبر لنادي الاتحاد بحكم أن هناك مجموعة ستدير نادي الاتحاد؟ طبعا أكيد. يعني اليوم احنا من يوم ما جيت أنا في رأس نادي الاتحاد حاولت أعزل فريق كرة القدم تماما عن أي ضغوطات وعن أي مشاكل، ما طلبناهم بأشياء كثيرة، ريحناهم. المدرب ما شاء الله تبارك الله عارف لعيبته، عارف كل واحد وين قدرته وين لعبه، فيعني أكيد أنه عملنا شغل جبار. وإلى الآن يعني أنا أعتبر نفسي ما عملت 10%. الكل يتحدث عن محمد نور، محمد نور اليوم حضر وساند الفريق الاتحادي، محمد نور سيعود للاتحاد، وقع للاتحاد، هناك حديث كثيرة ما بين بقاء في النصر أو توقيع العقد مع نادي الاتحاد. يظل محمد نور الاتحاد بيته الأول، وأبواب الاتحاد مفتوحة لنور، ويعني نور مهما الواحد قال عنه ما يكفيه عطاؤه مع نادي الاتحاد. سيوقع؟ أنا أقول لك هو بيته الاتحاد، الدعوة له. رغبة محمد نور تحدث معاكم بأنه سيبقى في النصر أو ما تحدثنا، احنا كنا مهتمين، عندنا مباريات مهمة الآن، مأجلين كل شيء إلى نهاية. يعني تعرف الآن يمكن يوم السبت في مباراة الأهلي تركيزنا عليها، ولكن كل الأمور يعني نأجلها من اليوم بعد البطولة. شكرا حبيبي.